أسفي في الجولة الماضية حقق فوز غالي وصعب، والفوز كان على حسنية أكادير 2-1، وقبلها تعادل إيجابي 1-1 أمام فريق شباب الريف الحسيمي. طبعا لقاء النهاردة هنا في هذا الملعب، في ملعب الأبجيجو هنا في مدينة الدار البيضاء. هنا تبدأ الشوط الأول، الرجاء هيكون على اليمين بالزي الأبيض والأخضر، والنهارده أولمبيك أسفي هيكون على شمال الشاشة بالأندية. هذا الكلام كان هنا في المغرب في عام 2013. تصويبة قوية ولكن فوق العرضة بعيدة جدا. في هذا المونديال مشاهدينا خسر اللقب أمام العملاق الألماني البايرن 0-2 في هذه المباراة. يلا تترد ورا خطيرة منطقة خطورة، هدف والهدف مش ممكن. يا الله يا الله، لقطة حلوة بخبرة السنين بأقدام النجم محسن ياجور، ولكن الدفاع بيطلعوها برا، طلعوها الدفاع. بدر بنون على الشمال حلوة التصويب. يا الله يا الله يا الله على الهجمة والتحضير والسند والتصويبة الجميلة القوية بقدم الباك الشمال النجم الكاميروني فابريس إنجا. بص الباصة حلوة ازاي والتحرك روعة ازاي، والمهارة موجودة في أقدام الباك الشمال فابريس إنجا، وتصويبة صاروخية ولكن تعدي يدوب فوق العارضة. هجمة والله بمنتهى الخطورة. يا أبو طيب أمامية باصة حلوة والتصويب الهدف. يا الله مش ممكن، مش معقول. ايه الاسيست روعة ده، اسيست روعة هدية والتحرك يدرس. ادي العادة مرة تانية. بص الباصة روعة 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 من زكريا الوردي والتحرك غير عادي. رقم 14 يحيى عطية الله التصويب ولكن في ايد الحارس انس الزنيتي حارس مرمى. كرة عالية انطلاقة زكريا عدى فات جناح بعرضية فوق راسية من الدفاع، تعدي تصويب ولكن برا الملعب. ضربة ركنية لصالح نادي الرجاء الرياضي المغربي. نادي الباك الشمال فابريس إنجا.